صديقي البيك المحترم، دول 4 سبح من الكوك المطعم بالمعدن. من على الشمال 100 حبة بعددين مطعمة معدن، حجمها حلو جدا، سعرها 350 جنيه. اللي بعدها 99 حبة مش بعددات، كوك مطعم معدن برضو، سعرها 275 جنيه. اللي بعدها 99 حبة كوك مطعم معدن أصغر شوية، سعرها 275 جنيه. وأخيرا وليس آخرا 99 حبة كوك مطعم معدن نحاس، 450 جنيه، كواليتي أعلى، أحجام مختلفة لكن الماتيريال واحد. حلو يا بوبوش، أخد اللي على الشمال 100 حبة بعددين وسعرها موزون وكبيرة، يبقى قشطة. لا يا صديقي، احنا اتفقنا في كوكب الرجال المحترمين الأمور ما بتمشيش كده، لا بتمشي بالحجم ولا بالسعر الكتير ولا بالسعر القليل. ممكن تمسك سبحة محترمة جدا سعرها بسيط لكن ماشية معاك قوي وشيك وأمورة، وممكن تمسك سبحة بمليون جنيه ما تعملش معاك حاجة. لكن اللي عاوز أقوله لك يا صديقي، انت كده شايف ان في فرق بين ال4 سبح وحاسس المقارنة بينهم. طيب لو صورت لك كل سبحة لوحدها بالمنظر ده، صورة لوحدها او عملت لك فيديو لوحدها ونزلتها في بوست لوحده او فيديو لوحده، هنقارن ازاي؟ اعتقد هنا هتبقى المقارنة صعبة قوي، لانك شايف كل قطعة لوحدها مش بتقارن بينها وبين قطعة تانية، فالامر ازداد صعوبة علينا. هنا نرجع لنقطة الاساس يا صديقي، الثقة، وانك تبص على التوصيف اهم عندي من الفيديو ومن الصورة. التوصيف اللي بيكون مذكور في الفيديو او مكتوب اعلى كل صورة، العدد، الخامة، النوع، الجودة، ده مهم جدا يا صديقي انك تركز فيه علشان تعرف تقارن مقارنة صحيحة. مهم كمان في اختيارك للماتيريال المناسب والحجم المناسب والسعر المناسب على القطعة اللي انت بتشتريها. نستغل الفيديو تاني يا صديقي ان هما جنب بعض واقول لك الاسعار تاني. 350 جنيه 100 حبة بعدادين، 275، 99 حبة بدون أي عدادات، 275، أنا قلت 275، أكيد قلت 275، 275 برضو حجم أصغر شوية، 450، 99 حبة كواليتي أعلى. أشوفك دايما على خير.